وعلى رأسهم الدكتور بسام عبيد كاتب العام. الكاتب العام للنقابة الجهوية للاستشفائيين الجامعيين، ونمرر له الكلمة ونشكركم زملاء مرة أخرى. صباح الخير. بس سامحوني خاطري معاه شوي. وقفتكم هذه راهي تدل انه القطاع العمومي للصحة عنده ان شاء الله مستقبل، والمستقبل هو انتم. تحرككم تحرك مشرف، وراهو نبلغ لكم تحيات الدكتوره حبيبه ميزوني الكاتبه العامه الوطنيه لنقابه الاطباء والصيادله واطباء الاسنان للاستشفائيين الجامعيين، وانا اللي نكون النائب نتاعها على المستوى الوطني والمسؤول الجهوي عن النقابه هذه، اللي هي ما تكون الا امتداد للمنظمه نتاعكم وامتداد للتحركات النقابيه والنضاليه نتاعكم. راهو لازمكم تعرفوا اللي الجسم الطبي هو جسم واحد. سي فري، فما انتم ما زلتوا اللي في طور التخصص واللي في طور الدراسه، واللي حتى احنا راهو كنا كيفكم، ما تولدناش اساتذه وما تولدناش اطباء اختصاص، رانا كنا كيفكم وتعدينا طلبه كيفكم وعشنا اللي عشتوه، وخدمنا في لي شامبر دو غارد المسخه وكلينا الماكله القارصه وناضلنا. ممكن ما نجحناش في حاجات ونجحنا في حاجات، لكن انتم توا عندكم تحدي كبير انكم تنجحوا، لازمكم تنجحوا في كل شيء. كما قال الساعة مالك، راهو نتعاملوا مع دولة، ما نتعاملوش مع أشخاص. ومبدأ استمرارية الدولة اللي كرس منذ الاستقلال، واللي كان ممكن من مكاسب الدولة الوطنية أنه المسؤولين السياسيين يحترموا تعهدات الدولة. الدولة توا ما عادش تتحمل في تعهدات. قاعدين نحبوا مالوريزمون نقلوا على دول اللي ممكن ما تشابهناش لا في الخارطة الصحية ولا في في الخصوصيات الاجتماعية. نحبوا ننقلوا بطريقة ممكن أنا نقول عشوائية معتبطة فيها برشا تسرع. أنا اليوم نقول راهو من حقكم الكوتا دو ريوسيت وريزدانا، حقكم خاطر الدولة سي تونجاجي فيه ولازمها تواصل في اللونجاجمون نتاعها. لو بورسونتاج اللي تم المفاهمة عليه لازمكم تتحصلوا عليه. لازم يتم توضيح طب العائله، وانا نقول لكم من موقعي وموا كاستاذ مبرز في كليه الطب انه انا واحد من الاساتذه النظره ما نعتبرهاش واضحه جدا لطب العائله. هل هو طب عام؟ هل هو طب اختصاص؟ هل مش تكون فيه كارير يونيفرسيتير والا لا؟ وردوا بالكم قداش مش تتحمل الكارير يونيفرسيتير. ما كل ما يتمرره المرء يدركه. راهو لازمكم تشوفوا انه طاقه الاستيعاب محدوده حتى على مستوى طب الاختصاص. فلذا نطالبكم بصراحه، وراهو المسؤوليه عندكم، خاطر يظهر لي احنا من نهار اخر باش يداويونا انتم مش اساتذتنا اللي قراونا، خاطر الشباب هما اللي باش ياخذوا المشعل في يوم من الايام. وانا البارح كتبت كلمه صغيره قلت اللي انا جي توجور باري سور لي جون، سي ان شوا كو جاسوم، سي ان شوا اوكيل جو سوي فريمون فيير، على خاطر راس المال هو انتم، ما فماش راس مال واحد اخر. شوف المطالب اللي ذكرتوها الكل في جلساتكم الرسميه، في اجتماعاتكم، في لقاءاتكم سواء مع بعضكم ولا حتى معنا، راهو نحب نبلغكم اللي احنا مساندينكم فيها مسانده غير مشروطه. الخدمه المدنيه اللي الدستور التونسي يحترم كل المواطنين الا الاطباء في البلاد هذه، الا الاطباء. شروط الاعفاء يتمتع بها اي مواطن تونسي من الخدمه العسكريه. النساء، الحوامل، اللي معرس عنده اكثر من عامين، اللي عنده صغير، اللي عنده كفل عائله، كفل اب، اللي عنده طرف في العائله يكفل فيه وعنده اعاقه، اللي عمره كذا، اللي يخدم في الخارج ازيد من سنتين وعمره ازيد من 28 سنه. كل مواطن تونسي يتمتع بالاعفاء من الخدمه العسكريه باستثناء الاطباء. كانوا الدوله التونسيه هذه ما حاجتهاش لا بمدرسين، لا بمعلمين، لا بمهندسين، لا بمحامين، حاجتها كان بالطب. ماهوش معقول احنا راهو يظهر لي ما عادش نقبل من حتى انسان يعطينا درس في الوطنيه. اللي حب يعطينا درس في الوطنيه يجي يشوف الظروف اللي تخدم فيها الاطباء. راهو نخدموا في كل شيء الا في مستشفى يحترم نفسه،
ما نحكيش على المستشفى هذا فقط، على مستوى الجمهوريه، المستشفيات الجامعيه في حاله مزريه، في مديونيه عظمى، في معناتها لي كونديسيون اللي تعيشوا فيهم انتم واحنا، راهو ما تقولوش حتى انتم، راهو شوفوا الاطباء الجامعيين، راهو ساعات دو تروا ميدسان يونيفرسيتير فرد بيرو، فما دي ميدسان يونيفرسيتير ما عندهمش بيروات، عندهم 6 سنين يخدموا لي 3 كار ولا لي 4 5 دي ميدسان يونيفرسيتير يقريوا في كراهبهم في الشارع، ما عندهمش حتى وين يقريوا كراهبهم في السبيطار، لا في الكليه ولا في السبيطار. مش معقول الاطباء الجامعيين اللي يقعدوا يخدموا العشيه كيف ما فماش اون انترنا اللي يتلمدوا فيها باش يفطروا، وكان حبت الدوله والسياسات الصحيه تلم الطب وتوفر لهم الامكانيات البشريه اللازمه، سواء في الاطار الشبه الطبي ولا في العمله ولا في الاطباء، ما تنساوش وما تخليوا حتى حد يفك اللحمه بتاع العائله الصحيه. انا ديما راني نقعد ندافع على لحمه العائله الصحيه وباش كل واحد يخدم خدمته على احسن وجه. راهو مش معقول اليوم قطاع كيما الاطباء الداخليين والمقيمين ما عندهمش ان ستاتيو اوفيسيال في الرايد الرسمي، ما عندهمش ان كايت شارج يعرف هذه خدمته هذه مش خدمته، وين يبدا حقه، وين يبدا واجبه، وين توفى مسؤوليته، وين تبدا مسؤوليه السوبيريور هيرارشيك نتاعو. هذا كل راهو طلبنا احنا في نقابه الاستشفائيين الجامعيين بنص قانون ينص على الاخطاء الطبيه. كيف احنا اليوم راهو اي خطا طبي تتم محاكمته بالقانون الجزائي، معناتها في الكور بينا، يعني اي خطا طبي يعتبر جريمه في الحق الجزائي، واللي هو ما هو معمول به في حتى دوله في العالم. راهو في اي دوله فما ما يسمى بكراس والا قانون الاخطاء الطبيه، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه في دول اللي تحترم روحها فما ما يسمى باللاليات ثيرابيوتيك، اللي هو ماهوش بالضروره خطا، اي حاجه في الدنيا تحتمل الخطا وتحتمل الصواب. هذا الكل راهو باش نحميو المرضى قبل ما نحميو رواحنا. احنا هوني راهو ما تنساوش الهدف نتاعكم، راهو الناس الكل هنا هو المريض، راهو ما احناش احنا الهدف، احنا رانا وسيله للمريض للزواني اللي راهو ما عادش عنده وين يداوي، اللي الدوله اللي قاعده تشجع في الخوصه نتاع القطاع هذايا. ما احناش ضد النظام الخاص، بالعكس راهو باش تبدا الامور واضحه، القطاع العام والقطاع الخاص راهم يتكاملوا، لكن القطاع العام والدور المرجعي للقطاع العام ما لازموش يخسر بقعته. وقت اللي نشوفوا في تجهيزات حديثه ان القانون التونسي يمنع دخولها للقطاع الخاص قبل القطاع العام، دخلت القطاع الخاص قبل القطاع العام، راهو هذايا ما ينجر عنه الا تهميش للقطاع العام، على خاطر راهو القطاع العام هو اللي يكون الطب. راهو المستشفى اسمه مستشفى جامعي، وانا حبيت كان خلينا نفس التسميه اللي تصير في الشرق واللي تصير في امريكا، اللي هو المستشفى التعليمي، خاطر حتى المواطن يحسب انه مستشفى جامعي خير من مستشفى جهوي. مش صحيح، فما مستشفيات جهويه قاعده تخدم على روحها خير من اللي سياشو. اما راهو المستشفى التعليمي الهدف نتاعو التعليم، راهو فيه دي ستاجير اون انسترومونتاسيون اون فيزيوثيرابي، دي انفيرمي ستاجير، دي باراميديكو ستاجير، دي ميدسان ستاجير، دي فارماسيان ستاجير، دي ميدسان دونتيست ستاجير. وين مش يتعلم؟ عن بعد كما تقول فيه الموضه توا. فلذا واجبكم باش تنجحوا، واجبنا باش نساندوك. وراهو انا كي نقول راهو موقف رسمي، رانا نوزنوا في كلامنا منيح ومساندينكم في كل تحركاتكم المستقبليه. فما حقوق ما تتنازلوش عليها، لو كنت تدرس دنا توضيح هذه طب العائله، القانون الاساسي، الكونكور هذايا نتاع المناطق الداخليه، نشوفوا شنو الباهي فيه وشنو مش باهي وشنو الحق اللي باش تاخذوا. راهم السياسيين اليوم يجيو يقعدوا عامين عام ونص ما نعرفوش قداش ويمشي. واذا اليوم تبدا في السوابق اللي هي عدم احترام استمراريه الدوله، حتى واحد ما يضمن لكم انه بعد المده اللي باش يجي اللي بعده واللي بعده كل واحد ما عادش يحترم التزاماته القديمه. فلذا حقكم تاخذوه في يديكم، على خاطر الحق اللي ما تاخذوش ممكن تضيعوا الى الابد. ربي يوفقكم. on continue à croire en vous. راهو تري تري فور malgré que peut-être ساعات دي هو دي با، اما soyez sûrs راكم الطلبه نتاعنا تلامذتنا خواتنا الصغار، فينا خواتنا فيكم فينا شكون عندنا علاقه انسانيه باهيه برشا. خواتي كوسوسوا وسيم جاد ما شفتوش، ابراهيم مالك مروان العربي وجون باس. ربي يوفقكم. جو سوي تري فيير دو فو. il faut continuer. واذا ماش انتم اللي باش تنقذوا قطاع الصحه
راهو حتى حد ما هو مش يعمل الحكايه هذه في بلاصتكم خاطر بورنو ان شاء الله ما يكونش تروتار، لكن ليكم انتم سي انكور لو مومون. ربي يوفقكم.